تفتكر العالم هينتهي ازاي؟ حرب نووية؟ ولا وباء مميت؟ ولا سقوط كويكب علينا؟ في الغالب لا، لأن الخطر الحقيقي ممكن يجي من حاجة أبسط بكتير، من غلطة. بس مش أي غلطة، غلطة إلكترونية. والغلطة دي بتبدأ في عالم سري جدا، عالم اسمه سوق ثغرات يوم الصفر. سوق غامض بيبيع الأخطاء قبل ما تتصلح، وفي ناس بتكسب منه ملايين من الدولارات. هما مش بس مجرمين أو ديكتاتوريين، لا، دول ممكن يوصلوا لك أنت. بس السؤال، هو السوق ده ليه علاقة بيك أنت؟ طب سألت نفسك قبل كده ممكن يكون في حد بيراقبك من كاميرا اللابتوب بتاعك، أو إن موبايلك بيشتغل من غير ما تحس؟ طب الملفات اللي أنت قافلها بكلمة سر، هل فعلا الملفات دي محمية؟ كل خطوة بتاخدها في الاعتماد على التكنولوجيا بتقربك أكتر من خطر مش باين، خطر بيخلينا نسأل هو مين اللي بيملك السيطرة فعلا؟ بص، أنا بحذرك من دلوقتي، الفيديو ده ممكن يغير طريقة نظرتك للحياة الرقمية بالكامل، أو ممكن تكون أسعد لو فضلت مش عارف، لأننا أول ما نفتح الخزنة دي مش هيبقى فيه رجوع. اهلا بيك في قناه هاني ماني، ولو انت جديد في القناه فاحنا هنا بنقدم قصص حقيقيه عن الشركات وعالم البيزنس. اللي حصل معايا خلاني اخش في عالم غريب جدا، عالم بيتعمل فيه مليارات الدولارات. انا شخصيا كنت دايما باجل التحديثات بتاعت جهازي، على طول كنت بضغط ذكرني لاحقا لاي تحديث، ومره ورا التانيه لحد ما في مره التحديث نزل لوحده، وساعتها بدات اسال نفسي هو ليه كل التحديثات دي؟ لو السؤال ده خطر على بالك قبل كده فاستنى، لأن في نهاية الفيديو كل حاجة هتتغير. وعشان نفهم كل حاجة لازم نرجع للبداية، للسوق السوداء. السوق السوداء في منه أنواع كتير، من تجارة مخدرات للأعضاء وكمان الأسلحة. هتلاقي دايما تجارة غير مشروعة شغالة في الخفة، بس في سوق واحد هو الأخطر والأكثر سرية، سوق بيع وشراء ثغرات يوم الصفر. وده بيخلينا نسأل أول سؤال، إيه هو يوم الصفر ده؟ يوم الصفر أو اللي بينطقوه أحيانا أودي هو ببساطة خلل في برنامج أو جهاز مفيش ليه إصلاح أو تصحيح، محدش لسه عارف بوجود الخلل أصلا، وهنا بيتسمى يوم الصفر، لان المطور ما عندهوش ولا يوم واحد عشان يحل المشكله، هو اصلا ما يعرفش حتى ان في مشكله. وطول ما الشركه ما اكتشفتش الثغره وما نزلتش تحديث يصلحها، كل شخص بيستخدم البرنامج او الجهاز ده بيكون معرض للخطر. وعشان كده ثغره يوم الصفر بتعتبر اقوى سلاح ممكن يكون في ايد اي مخترق، والثغره دي بتفتح له باب خلفي لاي نظام في العالم. يعني مثلا لو في ثغره يوم الصفر في نظام iOS التابع لابل، ممكن تمكن اي حد عن اختراق اي جهاز ايفون عن بعد، يشوف كل ملف وكل تطبيق وكل صوره وكل رساله، وكل ده من غير ما حد ما يعرف او يكتشف اي حاجه. ومفيش اي وسيله حمايه ضد استغلال يوم الصفر، وده لانه خلل امني لسه مش معروف ولسه محدش اكتشفه. يعني حتى اقوى برامج مكافحه الفيروسات مش هتنفعك في الحالة دي. بعد شوية الشركة المصنعة بتكتشف الثغرة دي وبتصدر تحديث أمني ليها، بس المشكلة إن ده ممكن ياخد شهور أو حتى سنين، وده معناها إن الضرر اللي ممكن يحصل في الفترة دي كارثي. والأصعب إن من خلال ثغرة يوم الصفر الهاكر يقدروا يخترقوا أي شركة أو نظام في العالم، مش بس أجهزتك، ده ممكن يخترقوا أي قاعدة عسكرية ويتحكموا في أنظمة أمان لمصنع كيميائي مثلا، أو حتى يطفوا شبكة الكهرباء لدولة كاملة. بسبب القوة الكبيرة اللي في استغلال يوم الصفر دي، فأكيد قيمة الثغرة دي خرافية، المشتري ممكن يدفع فيها ملايين الدولارات. بس السؤال اللي يخوفك أكتر، مين اللي بيشتري؟ كل حاجة بدأت من زمان في الثمانينات والتسعينات، وقتها الهاكرز كانوا بيلاقوا أخطاء في البرامج المختلفة، وساعتها كان الموضوع شبه هواية، مجرد فضول يشوفوا الكود شغال ازاي ويحاولوا يكتشفوا فيه أي ثغرة. ولما كانوا بيلاقوا خطأ في الكود غالبا بيتواصلوا مع شركات التكنولوجيا الكبيرة زي مايكروسوفت أو أوراكل، بيقولوا لهم إنهم لقوا ثغرة في النظام بتاعهم. بس الشركات دي ما كانتش بتقدرهم خالص، بل بالعكس كانوا بيشوفوا الهاكرز دول مصدر إزعاج أو مجرمين، وأكيد طبعا مش عايزين يلفتوا نظر الناس ان في مشكله او عيب في منتجاتهم. فكان ردهم دايما ابعد عن البرامج بتاعتنا والا هنتخذ اجراءات قانونيه ضدك. والرد العدائي ده خلق احباط رهيب وسط المتسللين اللي كانوا ساعتها بيحاولوا يعملوا الصح ويبلغوا عن المشاكل اللي في اي برنامج. لكن التهديدات المستمره دي
خلقت غضب كبير جدا، خلى كتير من المتسللين اصحاب القبعات البيضاء يخلعوا القبعه ويلبسوا قبعه سوداء. مع الوقت ولما الشركات ما بقتش تسمع ليهم، بدا بعض المتسللين ينشروا الثغرات اللي لقوها على الانترنت علنا. وكان رد مايكروسوفت انها قارنتهم بالارهابيين. وفي 2003 ظهرت شركه امن الكتروني اسمها اي ديفنس واستغلت الفرصه، بداوا يعرضوا فلوس مباشره على الهاكر مقابل الثغرات اللي بيلاقوها. بس الفلوس ما كانتش كتير، تقريبا في حدود $100، بس ده كان كفايه عشان يحفزهم يشاركوا الثغرات بطريقه اخلاقيه. والشركه كانت بتوصل الثغرات دي للمطورين عشان يصلحوها، وفي نفس الوقت كانت بتقدم حلول مؤقته لعملائها يختموا بيها لحد ما التحديث الامني ينزل. النموذج بتاع اي ديفنس نجح واشتغل للجميع، بس النجاح ده ادى لظهور سوق حقيقي لثغرات يوم الصفر، سوق بيتباع فيه الخلل بمقابل مالي. وما عداش وقت طويل ولقينا شركه اي ديفنس بتتفوق على المنافسين. بس ده ما استمرش كتير، لان وكلاء الجهات الحكوميه والسماسره اللي شغالين معاهم دخلوا على الخط، بداوا يتواصلوا مع الهاكرز في المنتديات ويعرضوا اسعار اعلى بكتير. احيانا الثغره الواحده كانت بتوصل لعشرات او حتى مئات الالاف من الدولارات، بس كان في شرط اساسي: الصمت التام. قيمة ثغرة يوم الصفر بتيجي من كونها سر. أول ما الشركة تعرف بيها وتصلحها بتفقد قيمتها، لأن المخترق بيفقد الوصول لأي بيانات. والقاعدة الأولى في سوق ثغرات يوم الصفر إنك ما تتكلمش عن سوق ثغرات يوم الصفر. لكن مع الوقت بدأت اي ديفنس تلاحظ إن عدد الثغرات اللي بتتقدم ليها بقى قليل، والهاكرز ما بقوش متحمسين، وبعضهم بدأ يلمح انه عنده خيارات افضل. مع ان المعاملات دي كلها كانت بتتم من خلال وسطاء، بمعنى ان اللي يلاقي ثغره من الهاكرز ما بيعرفش مين اللي هيشتريها ولا حتى هيستخدمها في ايه، هو بس بيتعامل مع وسيط. ممكن يكون فاكر ان الثغره اللي اكتشفها دي هتروح لحكومته اللي هتستخدمها مثلا عشان تتجسس على الارهابيين او تمنع كوارث، لكن الحقيقه ان ممكن الثغره دي تتباع لدوله تانية وتستخدمها عشان تفجر مصنع كيميائي مثلا، او انها تقتل مدنيين. والهاكرز ما عندهمش اي طريقه يعرفوا بيها مين اللي هيشتري الثغره دي، وعشان كده بدات الناس تطلق على تجار يوم الصفر لقب مخيف: تجار الموت. ناس بتعتبر بتبيع رصاص للحرب السيبرانيه. ومن خلال تسريبات ادوارد سنودن عرفنا ان الولايات المتحده كانت اكبر اللاعبين في السوق ده. الوثائق اللي اتسربت اظهرت ان وكاله الامن القومي الامريكيه NSA كانت عندها مكتبه كامله من ابواب خلفيه غير مرئيه في كل تطبيق وكل خادم وكل نظام ممكن تتخيله، كانوا يقدروا يخترقوه حتى لو الجهاز مطفي. بس الموضوع مش امريكا بس، النهارده تقريبا كل دوله في العالم بقت فعاله في سوق يوم الصفر. في البدايه كان الهدف من تخزين الثغرات هو التجسس، انك تراقب خصمك من غير ما يحس. لكن دلوقتي بعد ما بقينا نستخدم نفس البرمجيات في المصانع ومحطات الطاقه النوويه وشبكات الكهرباء وخطوط الانابيب، بقت الثغرات دي اداه للحرب، بس حرب الكترونيه. والكارثه ان نفس الثغره اللي ممكن تستخدمها ضد عدوك ممكن هو يستخدمها ضدك، لان كل الدول تقريبا بتعتمد على نفس التكنولوجيا. والاغرب ان الشركات غيرت طريقتها في التفكير وما بقتش بتعتبر المتسللين اعداء، بالعكس اكتشفوا ان الهاكرز ارخص وسيله لضمان الجوده. بدات شركات كتيره تطلق برامج اسمها مكافآت الاخطاء، وهي انهم يدوا فلوس لاي حد يلاقي ثغره في الكود بتاعهم. بس هنا بقى المشكله، وسطاء يوم الصفر بيدفعوا اكتر بكتير للهاكرز. يعني الشركات بتراهن ان الهاكرز اللي يلاقي خطا هيقبل فلوس اقل ويبلغهم، بدل ما يبيع الثغره الوسيط ويكسب اضعاف. مثلا في وسيط شهير اسمه زيرو دايم، الوحيد تقريبا اللي بينشر لسته بالاسعار بتاعته علنا، وده لان معظم الوسطاء بيشتغلوا في السر، مش بيقولوا بيبيعوا لمين ولا حتى بيدفعوا كام. لكن زيرو دايم واضحه جدا، بتدفع من 2 ل 2.5 مليون دولار لثغره يوم الصفر في نظام الاندرويد او الاي او اس، تقدر توصل بيها لجهاز المستخدم بالكامل. وفي ثغرات بتعتبر فعليا اسلحه دمار شامل، بس اسلحه الكترونيه، وتقدر تتخيل نوع الضرر اللي ممكن تعمله. بس احنا ما بقيناش محتاجين نتخيل، لان الضرر ده حصل بالفعل. في سنة 2010 داخل منشأة البرنامج النووي الإيراني كانوا بيطوروا أسلحة نووية بسرية شديدة، لكن اللي ما كانوش يعرفوه إن في الوقت ده كانت دودة إلكترونية خبيثة اخترقتهم، واحدة من أشهر الأسلحة السيبرانية اللي شافتها العالم، اسمها ستوكسنت. والهجوم ده استخدم 4 ثغرات ليوم الصفر مربوطين ببعضهم. كل شيء بدأ من USB صغير توصل بجهاز كمبيوتر شغال على نظام مايكروسوفت ويندوز. وبثغرة يوم الصفر ستوكسنت انتشر من USB للكمبيوتر من غير ما حد ما ياخد باله. قدرت ستوكسنت
تخترق الشبكه المحليه بتاعه المنشاه وانتشر في المصنع كله. ورغم ان الشبكه ما كانتش متوصله بالانترنت، ستوكسنت بذكاء قدر يخترق كل الانظمه لحد ما وصل لهدفه وبدأ التنفيذ. رفع سرعة أجهزة الطرد المركزي الإيرانية وخلاها تدور فوق طاقتها، وبالتالي بترتفع حرارتها وبتدمر نفسها بنفسها. كانت دودة إلكترونية بتعمل ضرر مادي حقيقي. والأذكى إن شفرة ستوكسنت كانت مصممة إنها تظهر على الشاشات إن كل حاجة طبيعية، يعني الطرد المركزي باين إنه بيدور بسرعته العادية، وده خلى العلماء الإيرانيين ما كانوش شايفين حاجة غلط. بمجرد ما أدركوا إن في دودة إلكترونية ورا التدمير ده، إن ستوكسنت دمر حوالي 5 أجهزة للطرد المركزي. الأصعب إن مفيش جهة رسمية خرجت وقالت إنها المسؤولة، لكن الخبراء استنتجوا إنها كانت عملية مشتركة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. والهجوم ده رجع البرنامج النووي الإيراني سنين لورا. بس التأثير الحقيقي لستوكسنت ما كانش بس في اللي عمله، دي كانت أول مرة العالم يشوف فيها سلاح دمار شامل إلكتروني. مدير سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA شبه اللحظة دي بلحظة استخدام أول قنبلة ذرية. سلاح جديد ظهر ومفيش فيه رجوع. العالم كله شاف اللي ممكن يحصل لما تربط شوية ثغرات من يوم الصفر ببعض، وكان بمثابة إعلان عن حجم الدمار اللي ممكن تسببه الأسلحة الإلكترونية. ومن بعد اختراق ستوكسنت سنة 2010 سوق أيام الصفر اتملأ بمشترين جداد، وبدأ سباق التسليح الإلكتروني. 12 مايو 2017 حالة ذعر في لندن. المرضى بيطردوا من المستشفيات، العمليات الجراحية بتتلغى، والناس مش فاهمة ايه اللي بيحصل. النظام الصحي البريطاني اتعرض لاختراقه بشكل أدق. فيروس الفدية الشهير وناكراي أصاب عدد ضخم من مستشفيات المملكة المتحدة. الموظفين لما فتحوا أجهزتهم لقوا رسالة بتقول إن كل ملفاتهم اتشفرت، وكان مكتوب فيها تقدروا تبحثوا عن طريقة لاستعادة ملفاتكم وما تضيعوش وقتكم. مفيش حد يقدر يعمل استعادة للملفات المفقودة بدون خدمة فك التشفير الخاصة بنا، وطبعا كان لازم تدفع. وفي الرسالة كان في عنوان بيتكوين للدفع، ومؤقت بيعد الوقت وبعدها السعر بيزيد، ولو ما دفعتش خلال أسبوع ملفاتك هتضيع للأبد. الفيروس انتشر بسرعة صادمة في العالم كله، من شركات الطيران الهندية للجامعات الصينية لشرطة اليابان ولحد أكبر شركة اتصالات في أسبانيا. مئات الآلاف من الأجهزة اتشفرت بفيروس وناكراي. بس هنا الجزء الأخطر، الخبراء اكتشفوا إن الفيروس انتشر بسرعة رهيبة لأنه استخدم ثغرة أمنية مسروقة من وكالة الأمن القومي الأمريكية اسمها إيترنال بلو. وده ورانا خطورة إن الحكومات تحتكر الثغرات دي، وإنها ممكن تقع في الإيد الغلط وتسبب كوارث. الهدف طبعا هو الفلوس. ولحسن الحظ في الحالة دي المخترقين ارتكبوا خطأ في التشفير. نسوا إن هم حطوا مفتاح إيقاف. شاب عنده 22 سنة اسمه ماركوس هاتشنز كان سايب الجامعة وهو اللي اكتشفها. ماركوس لاحظ إن برنامج وناكراي ما بيشتغلش إلا لو فشل يوصل لرابط معين، فماركوس قرر يجرب حركة عبقرية. راح سجل الرابط باسمه ب$11 بس، وبمجرد ما الفيروس حاول يوصل للرابط ولقاه شغال فعلا افتكر انه في بيئة اختبار، فوقف نفسه عن التشغيل. ومن اللحظة دي اي جهاز جديد بيتصاب الفيروس فيه بيقف قبل ما يعمل اي ضرر. رغم ان الخسائر اتقدرت ب$4 مليار، لكن كان ممكن تكون اكتر من كده بكتير. بس للأسف بعد شهر واحد بس كانت كل حاجة أسوأ فعلا. 27 يونيو 2017 روسيا استخدمت سلاح إلكتروني جديد مسرب من وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA. المكان أوكرانيا. أخطر هجوم إلكتروني في تاريخ البشرية. الأوكرانيين صحوا من النوم لقوا شاشات سوداء في كل مكان، مفيش بقالة، مفيش سحب من الATM، مفيش رواتب، ولا حتى يقدروا يراقبوا مستويات الإشعاع في تشيرنوبل. يعني ما كانوش عارفين إذا كان هم عايشين في أمان أصلا ولا لا. الهجوم الواحد ده كلف العالم أكتر من $10 مليار. روسيا كانت متوغلة جوه كل أنظمة أوكرانيا، وكان سهل عليها جدا إنها تستخدم القوة دي في حاجة خطيرة. لكن لا، الهدف كان واضح. رسالة بتقول للأوكرانيين إن حكومتهم ضعيفة وإن روسيا أقوى وأكتر سيطرة. المفارقة إن دي مش أول مرة. قبلها بسنتين وبثغرة تانية الروس قطعوا الكهرباء عن أوكرانيا كلها مؤقتا، والنتيجة الدولة غرقت في الظلام والذعر. واللافت في الهجمات دي إن اللي منع الكارثة تكون أكبر إن أوكرانيا في الوقت ده ما كانتش كلها مرتبطة إلكترونيا، مش زي أمريكا مثلا اللي كل حاجة فيها تقريبا متصلة بالإنترنت. ده اللي خلى الخبراء يحذروا من توصيل كل حاجة ببعضها، من مستشفيات لمصانع كيماويات لشبكات الطاقة لخطوط الأنابيب للسيارات حتى اللمبات والثلاجات. احنا كده بنبني أكبر مساحة هجوم إلكتروني في التاريخ. المنطقي إن كل اللي حصل ده يكون جرس إنذار. احنا شفنا دولة بتدمر عن بعد البرنامج النووي لدولة تانية، وشفنا هاكرز بيشفروا ملفات العالم كله بخسائر بمليارات الدولارات، وشفنا انقطاع الكهرباء عن دولة كاملة. لكن رغم كل ده
سوق ثغرات يوم الصفر الشركات بتتنافس فيه عشان تطلع منه بملايين الدولارات. كل الشركات اللي فيه من اكبر الشركات في عالم البيزنس. ولو عايز تشوف فيديو تاني يخص الشركات ونشأتها ممكن تشوف فيديو لاكوست او تشترك في القناة وتقول لنا عايز الفيديو الجاي عن ايه. وفي الحالتين شكرا جدا على المشاهدة ويا رب تكون استمتعت. سلام.